خلاص قررت ان انت هتروح تعمل عمليه زراعه، وعملت البحث بتاعك ورحت عملت عند اشطر دكتور، ونتيجه الزراعه طلعت واو. تتفاجئ بعد 3 ل 4 سنين ان انت شعرك اللي مش مزروع ابتدى يخف، والشعر اللي قدام المزروع تقل، بس هو بقى شكله غريب شويه. تروح مثلا للدكتور اللي يقول لك ان احنا محتاجين نعمل عمليه زراعه تانية، بس تتفاجئ ان المنطقه المالحه مش مكفيه. ده سيناريو بيحصل لناس كتيره جدا، وفي الحقيقه انت كان ممكن تتغلب على الموضوع ده بكل سهوله. انت لما تروح تعمل عمليه زراعه فهي مجرد عمليه نقل شعر من منطقه لمنطقه تانية، انما انت ما واجهتش السبب الرئيسي لحدوث الصلع، ما وقفتش الصلع، ما حفزتش نمو الشعر. فبالتالي انت لما تروح تعمل عمليه الزراعه ايا يكن عدد الجرافتس، فانت الشعر اللي انت ما زرعتوش معرض لسه للصلع الوراثي. فال 99% من الناس لو انت عايز الموضوع ده ما يحصلكش، فانت لازم تستخدم ادويه قبل تخطيط عمليه الزراعه على الاقل لمده سنه، بحيث ان انت تكثف الشعر على قد ما تقدر وتوقف عمليه الصلع. وبعد عمليه الزراعه فانت بتمشي على ادويه بحيث ان انت تحافظ على النتيجه اللي انت حصلتها. طب انت بتقول 99% من الناس، في 1% من الناس في الحياه ممكن يروح يعمل عمليه زراعه وما يستخدمش ادويه بعد عمليه الزراعه وقبلها، ودول اللي بسميهم اللي نمط الصلع بتاعهم مستقر جدا. هو النمط بتاعه تقليدي جدا، ان بيكون عنده تراجع في السبعتين بس، باقي الشعر او شعر منطقه التاج بيكون قوي جدا وريزيستنت لهرمون الدي اتش تي. فالشخص ده ممكن بكل بساطه ان هو يروح يعمل عمليه زراعه ويرسم خط الشعر بتاعه تاني من جديد، وفي نفس الوقت هو كده كده اساسا شعره ده مش هيصلع او مش هيخف حتى لو وصل لل 50 من عمره. فلو انت من الناس دي اللي نمط الصلع عندكم مجرد سحبه في خط الشعر وانت عايز ترسمه، روح اعمل عمليه زراعه من غير ما تستخدم ادويه. بس ال 90% من الناس او النسبه الكبيره من الناس انت لازم تستخدم ادويه قبل عمليه الزراعه وبعد عمليه الزراعه.